صلح بكرموس طيبة. السلام عليكم اخواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب، لان الصحة اهم شيء، الصحة والهنا وراحة البال. ونقول لكم صحة عيدكم، مالغري جيت متأخرة، بصح هذا وين كتبت. قولوا لي كي عيطتوا، كيفاش الاجواء عندكم، وين عيطتوا؟ انا عيطت عند اختي، كما تعرفوا انا عايشة وحدي انا وبنتي بعد ما ماتت ما الله يرحمها. رحت سمانة قبل العيد، يعني اختي ظلت تعيط غير ردت بنتي العطلة قالت لي لازم تجي. ايا عيطت ومازالني عندها وما خلاتنيش نروح للدار، وانا تقلقت. انا ما لقري هنايا يعني عندي الحرية التامة، يعني اختي يعني وحدها زعما، ماشي يكون راجلها راهو هنا انا اكيد ما نقعدش. راجلها في فرنسا، يعني ما ندير والو، والله مسكينه دير لي كل شيء، مع راني مريضه وقاعد تقول لي غير قاعدين كاع هكذاك. وكرهت تصدقوني، انا الجسم تاعي ما ولوش يحمل الراحه، وفي نفس الوقت ما نحملش التعب بزاف، يعني شوي شوي. ومع باليش انا انسانه نبغي الكالم بزاف، متعلقه بصوالحي بداري بشومبرتي بفراشي. والله ما على باليش الا كاين حالات كيما هكذا ولا كيفاش. ايا قلت لكم مازال ما رحتش للدار، على هذه ما صورت ما درت والو، وراني غايبه بزاف، ما على باليش لا شفيتو عليا ولا ما شفيتوش، على خاطرش هذا اليوتيوب هكذا زعما. لو كان ما نصورش ديما نحط فيديو مره في الشهر، اكيد ما راح تشفاو عليا، راح تنساو اسمي، راح تنساوني انا شكون. معليش الله غالب. والله ما نقري نبغي اليوتيوب والتصوير وكاع، وما عنديش مشكل زعما، ما هنا عند اختي يكون نصور عادي جدا، بصح ما قدرتش، ما على باليش علاه. شغل راني في واحد الحاله صدقوني ندير كلش بالنفحات، حتى باش نطيب، باش ندير شغل، باش ديك ندير كلش بالنفحات. كاين امور هكذا نبغيهم يريحوا لي نفسيتي، بصح كون ما تنفحليش عليهم ما نديرهمش. ايوه ما صورتش الاجواء تاع العيد، يعني انا ما درت والو، كنت غير قاعده، يعني درت برك الفطور، اختي دارت كلش الله يكثر خيرها ويعطيها صحتها، يعني كنت قادره نصور مي ما قدرتش. هنا هذه جبت لكم مقتطفات عشوائيه، البدايه كانت عند دار صاحبتي، من بعد كملتها هنايا هنا في دار اختي، هنا راني في لاطيراس الفوق كامل. هنايا جيت نوري لكم اختي تلمو تبغي المطلوع تاع الكوشه تاع العرب، صنعت وحده الفوق، مشكل في لاطيراس تاع تروازيام تخيلوا. بصح شاهي زعما ما ديرش كل يوم، ما طيبش فيها كل يوم، لا هي صح تعجن يوميا، مين داك برك ما تعجنش، على باليش على تبغي بزاف المطلوع، ما لقني مكاش اللي يقولها عجني كل يوم، صحيح تعجن كل يوم. طيبها مين داك هكا كي تنفحلها وتتوحش هذيك الكسره تاع التراب. هنايا طلة، راني لكم طلة من الفوق من السطح كامل. ايا هنا راهي 8:30 ولا ما على باليش كي نوضت انايا. لقيت ديجا المطلوع رايح يطلع صاي، لقيتها كشا على الكوشه، هنا جابوا المطلع طلعوه الفوق بنتي وبنت اختي. ايوه هو الفطور كيما شفتوا في البدايه تاع الفيديو، ديجا درت الفطور يطيب، وانا كنت ندير التيزانه تاعي هذيك تاع الاعشاب. هي صافي دير بكري، نهار تبغي هي اصلا تنوض بكري وتوجد كلش بكري، مي نهار تبغي آه، نهار تبغي دير المطلوع الفوق تنوض توجدها بكري بزاف. وها هو المطلوع تاعنا من بعد ما طاب. المهم خياتي، ان شاء الله راح نروح للدار ونعاود نرجع لكم بلي فيديو هذوك الشابين اللي فيهم افكار وتدابير، ماشي غير روتينات وصايي. ما تنساوش جاموا اشتراك في القناه وبارطاجوا لي لا فيديو، ربي يحفظكم، وخلوا لي رايكم في التعليقات، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. قبل ما نروح، شوفوا لي هذه العشبه نورمالمون اسمها النوخه، قولوا لي، انا يعني نعرف باللي برك مليحه للوجع تاع الكرش، قولوا لي اذا نتوما استعملتوها الامور واحده اخرى، ووحده قالت لي بلي ديروها في الحريره، ما على باليش. خلوا لي رايكم في التعليقات،